تعال اقول لك مين هو محمد عادل امام. محمد عادل امام مواليد القاهره، وكان في مدرسه العائله المقدسه، وتخرج من الجامعه الامريكيه في القاهره. اول ظهور لمحمد عادل امام على الاطلاق كان في فيلم حنفي القباء وهو صغير، انما اول اعماله اللي قدمها كانت في التلفزيون، وكان في مسلسل كنانيا وشركاه، كان بتاع فاروق الفيشاوي، وكان اول مره الناس تشوف ابن عادل امام وهو كبير. هي شافته مره كده في المرحله الثانويه، كان في برنامج هو وعمر مصطفى متولي. عايزه اسال، يعني نقدر نقول ان عادل امام صاحب محمد عادل امام؟ هو صاحبي يعني، واب في نفس الوقت يعني، بس هو صاحبي اكتر يعني. ساعات بروح احكي له ويقول لي، يعني هو ساعات بيقول لي لو عندك مشاكل ولا حاجه تعالى احكيها لي، انا اكتر واحد هيفيدك، انا راجل ليا تجارب والدنيا يعني، وعارف حاجات كتيره، فانا ممكن افيدك يعني. فده بيحصل يعني، ساعات بروح اقول له كل حاجه. بتقول عمر انا عايزاك بقى انت اللي تحكي لي عن، انا مش عارفه انت بتنده له انكل عادل امام؟ خاله. خاله عادل امام. خاله طب انا عايزاك بقى تقول لي، محمد ما تضحكوش من فضلك، احنا دلوقتي في لقاء على شاشه الفضائيه المصريه والعالم كله هيتفرج عليكم، اوكي؟ الحمد لله خلاص كده شهرنا. الحمد لله. محمد عايزه اعرف منك، قصدي عمر عايزه اعرف منك، علاقتك بيه شكلها ايه؟ لا هو يعني صاحبنا كلنا، هو بيحب وبيحبنا وبيحب الشباب ويحب يجمعنا كلنا، نقعد مع بعض ونتكلم ونهزر، تريق على ده وتريق على يعني. لا حاجه كويسه أوي الحمد لله. في النهايه بقى، منك ليه وهو دلوقتي هيشوفك تحب تقول له ايه؟ احب اقول له ان انا كنت وما زلت وسوف اكون الى اخر يوم في عمري فخور بانني ابن عادل امام. عمر. هقول ايه يعني بعد خلاص. كنت وسوف وسأظل ان هو خال يعني، انا بفخر بيه جدا، انا بحبه جدا يعني. بس اول فيلم الناس ابتدت تاخد بالها ان محمد عادل امام ممثل موهوب وشاطر كان في فيلم عمارة يعقوبيان، لما المخرج مروان حامد كلمه، وكان ساعتها محمد عادل امام في الساحل، قال له انت قريت روايه عمارة يعقوبيان؟ قال له لا. قال له طب انزل اشتريها وراها وبعد كده كلمني. محمد عادل نزل دور عليها في كل حته وما كانش لاقيها طبعا في الساحل، جابها تقريبا من سي عبد الرحمن، وروح وقرا فعلا الروايه في حوالي 3 4 ساعات، وكلم على طول مروان حامد قال له انا قريت الروايه. قال له طب تعالى لي بكره عايزين نعمل كاستنج كاميرا. راح له فعلا محمد عادل امام، وعمل تاني يوم في القاهره كاستنج كاميرا ومشى، وبعديها ب3 4 ساعات مروان حامد كلمه وقال له مبروك تقدر بكره تروح تمضي عقد الفيلم. يجي بعد كده سنه 2008 يعمل لنا فيلم حسن ومرقص مع عمر الشريف وعادل امام ولبلبه. بذمتك في احلى من كده؟ انا سامعك يا اللي بتقول هو اكيد مثل في الفيلم عشان ابوه. بص احنا اكيد مش هنقدر ننكر الواسطه، بس انا عايز اقول لك ان في الفن بالذات الواسطه ممكن تخليك تمثل اول فيلم اول مسلسل، تعرفك على مخرج، انما استحاله تخليك تعرف تخش جوه قلوب الجمهور وتخلي المنتجين يطلبوك كتير عشان انت بتحقق فعلا ايرادات. هو كبير يزقك اول زقه. نرجع لموضوعنا، الفيلم حسن ومرقص نزل الفيلم وكسر الدنيا، وبرده محمد عادل امام بان قدام الناس انه فعلا ممثل موهوب، والناس ابتدت تقول واحده واحده هو ابوه زقه بس هو ممثل شاطر. بجد ايام التصوير اتبسطنا جدا وضحكنا ضحك. وكمان في حاجه عايز اقولها عن الاستاذ عمر كمان، يمكن يعني اكيد في ناس كتيره ملاحظه بس في ناس كتير ما تعرفش ان الاستاذ عمر دمه خفيف بطريقه مش ممكن وتلقائي، وبجد كان ممتع 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 في مكان التصوير. وكنا اصل احنا كمان كنا كل يوم عندنا تصوير احنا كالعيلتين، هو الفيلم اللي شاف الفيلم هما العيلتين بيهربوا وبتاع، فكان كل يوم عندنا تصوير مع بعض، ففعلا كنا حاسين ان احنا عيلتين او عيله واحده بمعنى اصح، باللي ورا الكاميرا بالبتاع. حتى كل الكرو اللي كان ورا الكاميرا كان فرحان جدا بالاستاذ عمر، وهو كمان كان فرحان بينا جدا وكان باين عليه يعني. حتى اخر يوم لينا واحنا بنحتفل كنا بنصور في اسكندريه، مش بنحتفل بنتعشى بقى بمناسبه انتهاء التصوير. انا فاكر الاستاذ عمر جدا راح مدمع، يعني رغرغت كده، وبجد انا مش ببالغ ولا بجد، فعلا كان رغرغت كده
وقال لنا انا ما اتبسطتش في حياتي زي ما اتبسطت في ايام التصوير الفيلم ده. قال لنا ان الفيلم ده يطلع حلو يطلع وحش، الناس تحبه ما تحبوش، انا حبيت الفيلم ده وحبيتكم. فراح الاستاذ عادل قال له يا استاذ عمر ده الشرف لينا احنا والشرف، وراح مرغرغ الترابيزه كلها راحت مرغرغه ومعيط. فكان في جو جميل جدا ما بيننا وبين الاستاذ عمر وكمان اتفرج بقى على يعني طبعا عشير الالقاب، بس اتفرج على عادل امام وعمر الشريف وهم قاعدين بيهزروا. طبعا يعني مش عايز اقول لك الضحك، وعايز اقول لك الجمال اللي هم فيه. خليك انت الصوره اللي بعديها يا شباب. بشوف الكشف هو كله بيضحك. كلمة اكشن دي بتكهرب الواحد. اكشن! لا عايزك تشد حيلك كده ما تخافش. وفي 2009 جه السبكي وحب يعمل بيه خلطه كده ويعمل فيلم للشباب، وعمل فيلم البيه رومانسي. الفيلم ده انا عن نفسي بحبه، ولما بتفرج عليه بضحك جدا، والفيلم ده حقق نجاح جماهيري ولم فلوسه، بس الفيلم ده ما عادش في تاريخ محمد عادل امام، انا ما اعرفش ليه مع انه فيلم حلو. وفي 2010 عمل مسلسل مع يسرا اسمه بالشمع الاحمر، كان طالع ابنها، وطبعا مسلسل ليسرا يعني متشاف ومسلسل ناجح جدا. وفي 2012 انا شايف ان دي السنه اللي محمد عادل امام غرس رجله في الفن، لانه عمل لنا فيها فيلم حلم عزيز مع احمد عز ونجح جدا، عمل مسلسل خطوط حمراء مع احمد السقا ونجح جدا، وعمل الملحمه بتاعت مسلسل فرقه ناجي عطا الله، ومش انا اللي هقول انه كسر الدنيا، ده كسر العالم، اسرائيل نفسها اتكلمت عن المسلسل ده. ويسقط كده في 2012 لا، عمل لنا كمان فيلم ساعة ونص، اللي ما شافش الفيلم ده فاته كتير عموما، مش عشان محمد عادل امام بس، عشان كل الممثلين، وكان في الفيلم ده بعيد كل البعد عن الكوميديا. وفي 2014 يعمل مسلسل في رمضان مع مي عز الدين، ويطلع بدور كبداكي في مسلسل دلع بنات، ويطلع مع عادل امام برضه في مسلسل صاحب السعادة ابن وزير الداخلية، وتاريخ كان بيحضر واحدة واحدة انه يطلع السلم عشان يبقى بطل واحنا ما نعرفش. ويفاجئنا بالسنة اللي بعديها فعلا بفيلم كابتن مصر، الفيلم اللي نزل وحقق ايرادات جامده جدا، والفيلم نجح جدا، وعمرو الليثي استضافه، وفعلا قالوا محمد عادل امام خلاص ابتدى يبقى من نجوم الصف الاول. والله عشان اسمك شناوي شديد كذاب. الو الو، ايوه انت مين؟ هيكون مين يعني؟ الحرامي. يوني انجلش. قول له kiss me. اسمي. Do you love me? You love me? Do you need me? You need me. Sorry I have to go. Sorry I am have to go. بعدين الساعة 7 بكرة عند الإنتاج. عليا الطلاق ما فاهم ولا كلمه. وتتوالى بعديها نجاحات محمد عادل امام. يا جماعه النجاح ما بيجيش صدفه، بيجي بالسعي والاجتهاد فقط. مهما كان عندك واسطه، مهما كان وراك ناس، الواسطه هتنفعك لوقت صغير وبعد كده خلاص. وزي ما قلنا في الفن، حب الجمهور ما بيشتراش، ولا عشان هو ابن الاستاذ عادل امام فاحنا هنحبه، ولا المنتجين هيجيبوا ويخسروا فلوس عشان خاطر الاستاذ عادل امام. هو فعلا ممثل ناجح. يعمل بعديها فيلم جحيم في الهند وينجح برضه نجاح جامد. استاذ بيومي فؤاد هيعمل اكشن النهارده. بحب اقول ده العادي بتاعي. بحب اوجه رساله لاحمد السقا، اقول له انت في خطر، بس خد بالك. خد بالك لان في مولد نجم اكشن النهارده. او على فكره يا سقا عايز تعمل كوميدي اوكي. انسى الاكشن. بس الاهم بعد كده يحط رجله في موسم الرمضاني في المسلسلات باول مسلسل بطوله ليه، وهو كان مسلسل لمع القط في 2017.
وعلى فكره الموسم ده كان فيه حاجات جامده جدا زي خلصانه بالشياكه، وكان فيه طاقه نور، وكان فيه كلبش، وكان فيه الاعلى سعر، كان فيه نجوم كتير جدا نازلين قصاده، ومع ذلك محمد عادل امام عرف يثبت نفسه ونجح في الموسم ده بجداره، وخلاص ثبت رجله انه هيبقى في كل موسم رمضاني. طالما نجح يبقى حاجه تاني. وفي 2018 يعمل فيلم ليله هنا والسرور، ومحمد عادل امام كان في كل فيلم بيجتهد انه يطلع احسن من الفيلم اللي قبليه، وانه يعمل فيه شكل مختلف، وفعلا ليله هنا والسرور قدم لنا فيه اكشن بشكل مختلف جدا. وانا كل ما اقول لك حاجه تقولي مش وقته. وفي 2019 يخش الموسم الرمضاني تاني مره ويعمل مسلسل لهوجن، ومش يكسر الدنيا ده يدغدغ الدنيا. شفت محمد عادل امام في اول المسلسل واخره. في اوله الشخص الغلبان اللي يكاد تكون تقول ان هو عنده حاجه في عقله، بس هو ده من غلبه، ويجي في الاخر يتحول زي الامبراطور كده في احمد زكي ان محدش يقدره. وفعلا الناس طلعت من المسلسل ومحمد عادل امام بعديها لو نزل فيلم او مسلسل فاضي هيتباع وهينجح. استاذ محمد ريدي؟ يلا يا وفي 2020 يعمل مسلسل الاختيار يطلع فيه ضيف شرف بس المشاهد بتاعته تطلع ترند، ويعمل بعد كده فيلم لص بغداد، والفيلم ده كواليسه متعبه جدا، وفعلا محمد عادل امام تعب فيه جدا، لان زي ما قلت لكم هو كان اهم حاجه عنده ان كل فيلم يطلع احسن من اللي قبليه. ويجي في 2021 يعمل مسلسل النمر وينجح برضه، وفي 2022 يعمل فيلم عمهم، ومش هكلمكم عنهم كتير لان انتوا عارفين ان الحاجات دي نجحت لانها لسه من قريب. يلا محمد جاهز؟ يلا اند ريدي يلا ستاند باي اند اكشن. Cut. It looks pretty cool. No, it's cool. However you way looks cool. Come, let's see it. Come closer to us. عايزين ايه؟ يالو يالو موريالو والريد. انا مش جاي ارص الاعمال بتاعت محمد عادل امام، انا كان نفسي ان انا اتكلم عن حياته من البدايه لحد ما وصل. انا جبت على قد ما اقدر صدقوني. الحلقه دي كانت متعبه زي حلقه محمد سلام بالظبط. الناس دي ما بتتكلمش كتير ولا بتطلع تتكلم غير عن الفن بس، انما تيجي تدور عن حياتها الشخصيه عن كواليس مش هتلاقي. ما ننكرش انه في اول حياته يسرا خدته في مسلسل، فاروق الشاوي اخده في مسلسل، يمكن ده بمساعده والده، بس
بس الحقيقه ان محمد عادل امام بقى موجود معانا دلوقتي عشان خاطر هو فعلا نجم ومحبوب. ففي الاخر شابوه لمحمد عادل امام. ولو عايز تتابع كل اخبار الفنانين لحظه بلحظه، ولو عايز تعرف نجمك المفضل من الصفر لحد ازاي ما بقى مشهور، خش اشترك في القناه. سلام.